عيب uttamallu أصدقائي لا صعب يعتقد كثير منا أن ثروتنا هي ما نملكه هاتف جديد سيارة جميلة منزل كبير أو ساعة باهظة ثمن ونقول في داخلنا هذه الأشياء لملكي وهي التي تعرف من نكون لكن كل ما سادت ممتلكاتنا سادت المسؤولياتنا نحتاج إلى مساحة أكبر ومال أكثر لصيانتنا وحماية أكبر عليها وهنا يبدأ الخوف أو خوف من فقدانها أو تلفتها أو سرقتها وفي مقابل إذا لم نمتلك هذه الأشياء نشعر بحزن وعدم الرضا ونقول لستنا جهنبنا باللطف وليس لدي ما أريده فنؤدبه أنفسنا بسبب ما لم نحصل عليه وسواء كن أغنياء أم فقراء يبقى الأقل أسيرا نخاف من فقد ما نملك ونحزن على ما نملك إنها أصده بجهاز المشيل التي لا توقف نستمر في جري ولكن نصل إلى سلام حقيقية فلماذا يحدث هذا؟ لأننا نعتقد أن تلك الأشياء يمنحون هويتها وقيمة ونادهن قيمة كل سادة ممتلكاتنا لكن هذه نظرة غير صحيحة السلام الحقيقي يبدأ عندما نرى الواقع كما هو حقيقتي عندما نملك تكاد تكون ممتلكاتنا فيها لكنها ليست هويتنا وعندها تمكن في حقيقة طبيعك يبدأ التعلق بالتماوك في تلاشي وما تراجع الرجبة يضاعف الخوف ويكهش الهنس ويجد القلب حرية والسلامة لا يمكن لأي شيء مده أن يمنحه شكرا لكم